عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. رجعت لكم النهارده بنسخه واتساب ار سي، نسخه واتساب ايفون، خط ايفون، ايمو ايفون. فكل عليك تتابع الشارع عشان ما تواجهش اي مشاكل. طب يا صديقي، لو بتواجهك مشكله التطبيق ليس كل اللي عليك ان انت هتبدا تيجي على متجر بلاي، تمام، وهتبدا تيجي على صورتك اللي فوق، تمام، وبعد كده هتبدا تيجي على الحمايه بلاي، تمام، بلاي للحمايه. هتيجي عندك هتدوس على الترس اللي هو فوق خالص دوت، تمام تمام. هتلاقي عندك الزرارين دولت كده متفعلين، تمام. هتبدأ انت تلغي التفعيل بتاعهم، تمام. بعد كده هتبدأ ترجع كده، تمام. هتيجي عندك على في البحث كده وتكتب فك الضغط، تمام، وهتبدأ تبحث. هتبدأ تحمل الابليكيشن الاخضر اللي هو قدامك ده، تمام، اللي هو زد ارشيف ده، تمام، عشان تبدأ تفك الضغط عن النسخة بكل سهولة من غير ما يواجهك اي مشاكل، تمام. فالنسخة ديت شغالة بربط جهاز وبدون ربط جهاز، تمام، وبتشغل بعض الارقام المحظورة معدل. يعني ايه؟ يعني يا قلب اخوك النسخة ديت مش بتشغل كل الارقام المحظورة معدل، لا، في بعض الارقام بيكونوا محظورين معدل، تمام، فبيشتغلوا عادي على النسخة دي. فانت لو رقمك محظور معدل، تمام، فانت جربه على النسخة ديت. لو اشتغل معاك ماشي، ما اشتغلش اعمل ربط كده زي قلب اخوك، بس ممكن يشتغل يعني. فالنسخة ديت يعني بتشغل بعض الارقام المحظورة معاك، تمام. عندك هنا حبيب اخوك، عندك هنا الدردشات، تمام، وعندك هنا المجموعات، تمام، وعندك هنا الحالات، تمام، وعندك هنا المكالمات، وعندك هنا المجتمعات، وعندك هنا الاعدادات، تمام. لو جيت عندك دلوقتي قلب اخوك دوست على التلات شرط دولت كده، هتلاقي عندك هنا ايه؟ اظهار تفعيل الوضع الليلي، عندك هنا وضع الطيران، عندك هنا وضع الشبع، عندك هنا جدولة الرسائل، عندك هنا الرد التلقائي، عندك هنا رسائل المجموعة الجديدة، وعندك هنا دردشة جديدة، تمام. لو جيت عندك ضغطت على الزائد اللي فوق ديت كده قلب اخوك، تمام، هتلاقي عندك هنا اضافات جي بي، تمام، وعندك هنا جدول الرسائل، وعندك هنا رد تلقائي، عندك هنا اعادة تشغيل يعني رستره، وعندك هنا رسالة رقم غير محفوظ، تمام، وعندك هنا رسالة جماعية، وعندك هنا الإعدادات العادية، تمام، وعندك هنا المجتمع وقراءة الكل والكلام ده كله، تمام تمام. وعندك هنا حب أخوك اهوت الستوري، تمام. عندك هنا ميزة الأغاني، ثواني. عندك هنا قلب أخوك اهوت ميزة الأغاني في الستوري، تمام. وعندك هنا المخطط، وعندك هنا النص، تمام، وعندك هنا برضو الصور بالذكاء الاصطناعي، تمام، يعني تكتب له أي صورة أنت عاوزها وهيبدأ يعملها لك بالذكاء الاصطناعي، تمام. لو جيت عندك هنا هوت، عندك هنا البريفسي، تمام، عندك هنا هوت القوائم، وعندك هنا الرسائل الجماعية، وعندك هنا رسائل مميزة بنجمة، وعندك هنا ربط الأجهزة المرتبطة. ادي النسخة دي اصلا شغالة ربط، يعني انا عامل ربط جهاز عشان الرقم ايه. وعندك هنا الحساب، وعندك هنا الخصوصية، وعندك هنا الدردشة، وعندك هنا الاشعارات، وعندك هنا التخزين، تمام، والمساعدة والكلام ده كله. فانت عشان تفعل اللي هو الايمو بتاع الايفون، كل اللي عليك اللي انت هتبدأ تيجي هنا، تمام، هيبدأ يفتح معاك كده اهو مدير الملصقات، عندك هنا السمات، عندك هنا اعدادات اخرى، تمام، عندك هنا حماية الخصوصية، عندك هنا السمات، وعندك هنا الاعدادات العامة، وعندك هنا الشاشة الرئيسية وشاشة المحادثة والوديجات والكلام ده كله، تمام. فانت عشان تشغل السمات هتبدأ تيجي عندك على الاعدادات العامة، تمام، وبعد كده هتبدأ تيجي عندك على الستايل والشكل، تمام. هتلاقي عندك هنا نوع الايمو، تمام. هتبدأ تختار انت اي او اس، تدوس هنا على اللي هي تنزيل ديت، تمام، وبعد ما تنزله هتبدأ تحدده، تمام. ولو برضه عايز تخلي الخط ايفون هتبدأ تختار من هنا اهو تغيير نوع الخط، تمام. هتبدأ مثلا تخليه اللي هو ده كده خط الايفون، تمام. واول رقمين في الباسورد هيكونوا 37، اول رقمين في الباسورد هيكونوا 37. هتخرج كده قلب اخوك، تمام. احنا غيرنا الخط، خليناه خط ايفون اهو. عندك هنا بقى قلب اخوك في الشات، تمام، شكل الشات بتاع الايفون اهو بالظبط. وعندك هنا برضو علامة طمس الايفون، عندك هنا الرد والنسخ وتحديد وتعديل والكلام ده كله، عندك هنا المزيد ومعلومات الرسالة، وعندك هنا تثبيت الرسالة، وعندك ايمو ايفون اهوت يا اسطى زي ما انت شايف، تمام.
ولو جيت عندك على الزائد دي كده اهو، عندك الكاميرا والمعرض والمستندات والموقع، جهة الاتصال، استطلاع الرأي، عندك هنا مقطع صوتي والكلام ده كله. تمام. تيجي عندك على الايموجي دوت، عندك كل الايموجي الايفون شغاله، يعني ايموجي الايفون كله اهو، قلب اخوك عندك اهو. تمام. تمام. وبس كده، ده بيكون ناتشر النهارده، واخر رقمين في الباسورد هيكونوا 27. اخر رقمين في الباسورد هيكونوا 27. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.